يا حلاوة وجمال صوت الطشة زي ما انتم ما شايفين كده. احلى السيمفونية. بصوا يا جماعة، مزيكا يا اخواتي، ده احلى كمان من طشة الملوخية. بجد روعة وفظيعة جدا. لما تكوني بجد عايزة تعملي حاجة حلوة وبجد انتي مش عارفة تسميها ايه من حلاوتها، بجد انا بصراحة لحد دلوقتي مش عارفة اسميها ايه من حلاوتها وطعمتها وسهولتها جدا، ومن الطعم المميز المختلف بجد اللي انا النهاردة ابدعت فيه. تحفة. نجرب مع بعض الطريقة دي، وبلفة جلاش يا جماعة هنعمل وصفة خطيرة جدا. معانا هنا لفة من الجلاش هنقسمها اتنين زي ما انتم مش شايفين. هناخد الجزء الاول وهركنه على جنب، وهبدأ اشتغل في الجزء الاولاني. هنبدأ نلفه كده رول. بص بقى، حاجة بسيطة جدا. هنبدأ نقطعه كده زي ما هو، زي ما انتم ما شايفين. مش هفرد ورقة ورقة ولا هورقها خالص، لا زي ما انتم ما شايفين. وهنجيب الصينية بتاعتنا وهنبدأ نرص فيها الجلاش بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. حاجة كده شبيهة بالسينابون يا جماعة، بس بجد بجد فظيعة. جربيها وفكرتها سهلة جدا، وبصراحة طعم مميز ومختلف تماما عن اي جلاش بجد انت كلتيه. خلاص، ايه بقى رأيك؟ مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. خلاص، لا هنفرد ورقة ورقة ولا حاجة، لا احنا هنعمل ال الورقة كلها مرة واحدة كده اهو. وهترص كده بمنتهى السهولة. وهنجيب مع بعض شوية سمنة كده وهنبدأ نرش على الوش، وهندهن كويس جدا. وطبعا هنكون مسخنين الفرن قبلها عشان ما تاخدش معانا وقت. اهي زي ما انتم ما شايفين خلصناها، هندخلها الفرن. عقبال بقى ما تخلص من الفرن يا جماعة، معانا هنا نص كيلو من اللبن، وهننزل عليها بكيس كريمة من الجاهزة و5 معالق من السكر. بصوا يا جماعة، اجمل وصفة بجد عملتها بجد، وطعمها روعة، وجربيها وعلى ضمانتي. هنبدأ نقلب في الكريمة كده خلاص لغاية ما تغلي معانا، وهنرفعها من على النار. خلاص، وهنطلع الجلاش بتاعنا وهو سخن، وهننزل عليها زي ما انتم ما شايفين. وهتتشرب وهتتسقي بالخليط الجامد ده، ونكون خلصنا مع بعض الوصفة. يا ريت لو عجبتك ما تنسيش تحط اللايك، واشوفكم بخير في فيديو جديد.